السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. لو رايحه بقى عزومه وعايزه تاخدي معاكي حاجه حلوه او جايلك ضيوف وعايزه تقدمي لهم حاجه حلوه بشكل شيك كده، تعالي نعمل مع بعض الكنافه الكب او الكنافه المج زي ما بيسموها كده. هي الحقيقه انا ما عملتهاش بالمج، انا عملتها في صينيه الكب كيك. عملت كل الجمال ده بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض. بس قبل ما ابدا حابه اقول لكم لو اول مره بتشوفوا القناه، زي ما بقول لكم كل مره، يا ريت تشتركوا فيها ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو. اول حاجه هنجهزها شربات الكنافه. طبعا انتوا عارفين شربات الكنافه بيكون شربات وسط، كوبايه ونص من السكر عليهم كوبايه واحده بس من الميه، نفس الكب او نفس الكوبايه هنعاير بيها السكر والميه. هنزود عليهم نقطتين من الفانيليا سايله او باكون فانيليا باودر، وعصرة نص ليمونة بدون أي تقليب كده. هنرفعهم على النار أول ما يبتدوا يغلوا 7 دقايق بالظبط، هنطفي عليهم هيطلع لك الشربات مظبوط جدا. بعد كده هنجهز الصينية، ودي كوباية السمنة اللي هستخدمها في الوصفة كلها. هبتدي كده بالفرشة أدهن بيها العيون بتاعة الكب كيك، وهركن الصينية على جنب. الكنافة بتاعتنا 300 جرام بس من الكنافة، يعني أقل من نص كيلو. مفرزاها هطلعها من الفريزر وفي صينية أو في طبق غويط كده. هبتدي أفككها من بعضها وأفركها. أنا مش عايزة أفرفتها خالص، يعني مش عايزة أخليها بودرة، إلى حد ما كده يكون فيها شوية شعيرات سليمة. بعد كده بقى هوزع عليها كوباية السمنة، وهدعكها كويس قوي بالسمنه لحد لما احس ان كل الكنافه اتشربت كوبايه السمنه واتغلفت تماما. وهو ده اللي هيخلي الكنافه بتاعتك تستوي كويس جدا وتديك اللون الذهبي والتماسك المطلوب. بعد كده بقى هنجهز الحشوه. في طبق هنحط شويه من جوز الهند، طبعا الحشو اختياري. انا حطيت تقريبا 3 4 معالق من جوز الهند، عليهم شويه من السوداني المجروش، وكم معلقه كده من الزبيب، وهقلبهم كويس. ودي الحشوه بتاعتنا، فاضل فيها اهم مكون، حوالي كده ربع كوبايه من شربات الكنافه الوسط. هحطهم على الحشوه وهقلبهم. هيظبط طعمها وهيديها التماسك المطلوب، يعني هيخليها ما تتفرفتش جوه الكنافه او جوه القطايف. الخطوه دي مهمه جدا تعمليها لو بتعملي كنافه او جلاش او قطايف. بعد كده بقى هاخد من الكنافه وهبتدي احط في الكبات املاها. طبعا مش هملاها للاخر، انا هحط كده طبقه واعمل لها واضغط عليها واعمل لها زي سور. ودي الطبقه الاولانيه، بس هضغط عليها على قد ما اقدر. وبعدين هاخد من الحشوه كده بمعلقه، والحشوه زي ما انت عايزه، يعني عايزه قليل عايزه كتير براحتك خالص. واخر حاجه بقى واهم خطوه، ان انت هتاخدي كميه تانية من الكنافه وتحطيها فوق الحشوه وتضغطي كويس جدا جدا. يعني تسكني الكنافه جوه العيون بتاعه الكب كيك كده كويس قوي قوي، تضغطي عليها على قد ما تقدري بايدك الاول، وبعد كده بقى بكوبايه، بفنجان صغير، باي حاجه تضغطي عليها علشان تتماسك. وهتنضفي طبعا اللي على الصينيه من فوق ده المفرفت علشان ما يتحرقش في الفرن ويدي ريحه مش كويسه، وفي نفس الوقت يبوظ لك الصينيه. دلوقتي باضغط عليها كوباية صغيرة، وهاسكنها حلو قوي قوي. وانا طبعا في الوقت ده مشغله الفرن على درجه حراره 180. هتدخلي الصينيه في النص على الشبكه، هتقعد تقريبا كده تلت ساعه وتتابعيها مع المتابعه. بعد كده هتخرج بالشكل ده كده بالظبط. سيبيها تهدى شويه وهنقلبها بقى. انا قلبتها على القطعه بتاعه الخضار العاديه. طلعت بكل سهوله، ما لزقتش خالص، وشايفين شكلها متماسكه جدا، لونها تحفه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هننقلها في طبق التقديم وهنسقيها بالشربات، بس يكون الشربات بتاعك بارد، علشان كده احنا حضرناه في الاول خالص قبل ما نعمل اي حاجه. وبس كده زينيها بقى بشويه جوز هند، شويه فستق كداب، شويه مكسرات زي ما انت عايزه، وقدميها وبألف هنا وشفا. شكلها تحفه، طعمها جميل، شكلها كيوت كده ولذيذة جدا. حجمها مناسب لو عندك ضيوف عندك أطفال، تتمسك كده وتتاكل بكل سهولة. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص، يا رب يكون عجبكم. لو عندك شوية كنافة، يلا بسرعة قومي طلعيها من الفريزر وجربي الطريقة دي. ما تفوتيش رمضان من غير ما تجربيها، بجد حلوة قوي قوي. هستناكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم. وشكرا ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.